تخيلي تعيشي مع جوزك كل يوم في شتيمه وضرب واهمال ومستنيه منه يطلقك. شايف ان ده وقت مناسب للقصه دي؟ تعالى اقول لك ازاي القانون المصري يقدر يخلصك من كل ده بحاجه اسمها الطلاق للضرر. قول بسرعه عشان انا ما بستحملكش اكتر من 30 ثانيه. الطلاق للضرر مش كلمه وخلاص، ده حق قانوني بيحمي الست من اي اساءه في المعامله وحياه مستحيله بينها وبين جوزها. يا سيدي الف شكر على الكومنت بتاعك، هبوسه. يلا شوف انت رايح فين بقى، روح ذاكر ولا اعمل حاجه. هنا هنتكلم عن المادة 6 وبالتحديد في القانون رقم 25 لسنة 1929 واللي بتقول لك ايه؟ قول. انك لو قدرتي تثبتي ان جوزك بيشتمك او بيضربك او بيهينك او بيهملك اهمال متعمد يجوز ليكي تطلبي الطلاق بعد اثبات الضرر ده سواء جسدي او نفسي. طب حلو، انا عاوزك. والاثبات هنا بيكون اما بالشهود او التقارير الطبيه يا سلام. او اي دليل يثبت ان الحياه بقت بينك وبين جوزك مستحيل. الخلاصه ما تسيبيش حقك، بس كمان جهزي قضيتك صح، اجمعي كل ما يثبت ان في ضرر واقع عليكي عشان يتحكم لك في اسرع وقت. هو ده يا ريس ستاموني يا عترة المؤلفين يا مكيف. لو الفيديو عجبك اعمل لي فولو وما تنساش تجيلي في الكومنتات وتقول لي جاي في ايه.